بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. انا جايه اعمل معاكم فتة عيد الاضحى بكل سهوله وطعمها تحفه. والله جربوها بالطريقه اللي انا بعملها، ولا بقى تقولوا لي المصامت ولا المحلات المشهوره دي عشان منع للدعي. جربوا طعمها والله هتعجبكم جدا جدا جدا، وما فيهاش اي حاجه ولا اي تعقيدات، هي حاجات بسيطه، تكات بسيطه دي. والله كأنكم بتاكلوها في المطاعم الكبيرة، وفي اللي هي المصامت الكبيرة اللي يعني معروفة وكده، انا بدون ذكر اسماء. ديت لحمة، دي رقبة بتاعت خروف، وعلى لحمة عجل برضو. ودي ماسورة، انا بحب ان انا عشان تبقى الشوربة دسمة. وبحب لحمة الخروف، انا عموما بحب لحمة الخروف، اللحمة الضاني. ما بحبش اسلق اللحمه، يعني لا تبقى شوربه بس على لحمه العجل، لا بحب لحمه الخروف الطعم جدا جدا جدا. عموما بحبها بالطبيخ، بحبها في الشوربه. هي عموما فته لحمه ضاني، بس لو ما فيش لحمه ضاني برضو بتبقى تحفه على لحمه العجل. انا بحط حتتين من دول على حتتين من دول، يعني حتى لو هجيب كيلو بجيب نص كده ونص كده. احنا دلوقتي حاطين ميه على النار تغلي، وهننزل بيها على طول باللحمه، نطلع بس منها الريم وكده، وبعدين شويه بس وننزل عليها بالتوابل، نروح على النار ننزلها. الماسوره دي انا بحطها معاهم ان هي بتزود قيمه الشوربه، يعني لان انا بحتاج الشوربه بعد كده، بعمل عليها ويكه، بعمل عليها شويه ملوخيه بتبقى تحفه، والويكه فيها بتبقى تحفه. فالشوربه بتنفعني، بشيل شويه في الفريزر، بعمل مكرونه بالبشاميل. يعني عموما هي بتنفع في كل الاحوال، فانا بحب ان انا اطعم الشوربه قوي. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، ويعيد عليكم يا رب وعلينا الايام بخير. هنروح على النار وننزل اللحمه ونرجع لكم تاني. هي كده هنا الميه غليت. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بخاف قوي اتعامل مع الميه السخنه بصراحه، ربنا يستر. طبعا احنا كلنا عارفين طريقة سلق اللحمة. انا مش هطول معاكم الفيديو، هي بس كده هتتسلق، هتغلي، هتطلع ريم. وادي بسم الله الرحمن الرحيم. صورة تمام كده. هي هتبتدي تطلع ريم مرة واتنين وتلاتة، نضفها جدا من الريم. وبعدها هننزل عليها بقى بمكونات الشوربة، ونسيبها تاخد غلوتين تلاتة اربعة كده، بس عشان الشوربة تبقى الزفرة لازم تاخد غلوة واتنين وتلاتة. وبعديها بنهدي عليها النار خالص ونسيبها تستوي مع نفسها، وانا بحط المكونات هرجع لكم. انا كده رجعت معاكم. ده الريم، ده كل ده لازم يتشال، انا قلت بس اوريكم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بقى الشوربه يعني بحب ان انا اطعمها، يعني احط فيها اي حاجه يعني لحمه الخروف في ناس ما بتحبهاش خالص، وفي ناس بتحبها جدا في الاكل والطبيخ، بس هي بتبقى تحفه بقى مع شويه قلقاس. الشوربه بتاعتها على شويه قلقاس، على شويه ويك، على شويه ملوخيه، بتبقى تحفه. وطبعا انا بخزن الشوربه في الفريزر، بيجي اخر الشهر وخلاص كده الدنيا عملت خالص، تطلعي الشوربه، تسقيش عليه شويه ملوخيه، تعملي عليه كيس قلقاس، فالدنيا كلها بتمشي يعني وبتتقضى، والحمد لله على اي حاجه ربنا بيكتبها لنا او بيبعتها لنا، الحمد لله. انا كده بس قلت اشيل معاكم الريم بس، واسيبها تاخد غلوتين، وهقول لكم ننزل عليها بايه. انا كده يعتبر كده شلت كل الريم، وهي خدت غلت مع نفسها شويه. هننزل عليها بقطايه، بصلايه صغيره، واحده ماجي، دي التانية 2 ماجي،
و3 فصوص حبهان بس انا فاتحاهم، وورقتين لورا. الملح ورشه الفلفل الاسود مش هينزلوا دلوقتي خالص، كفايه بس الماجي اللي هو نزل وكده عشان اللحمه تستوي براحتها، ما تاخدش وقت في السوا. وقبل بقى ما تدخل يعني 3/4 السوا كده ننزل نطعمها بقى، نحط الملح اللي احنا عاوزينه ورشه الفلفل الاسود، وكده الشوربه تكون جاهزه. يعني خلوها بقى على النار حسب بقى ما انتوا تشوفوا التسويه اللي حسب اللحمه ونوعيه اللحمه. انا كده حطيت قطايه وبصلايه واتنين ماجي و3 فصوص حبهان وورقتين لورا بس، وهسيبها بقى مع نفسها تستوي. قبل يعني 3/4 سوا كده هحط الملح ورشه الفلفل الاسود، وكده تبقى الشوربه اتعملت. ارجع لكم تاني. ادينا كده رجعنا تاني نشوف الشوربه كده تمام استوت واللحمه استوت فيها اهي. الشكل طبعا باين ان هي استوت. انا ظبطت لها الملح، حطيت رشه فلفل صغيره، ما تكتروش من الفلفل الاسود لان الفلفل الاسود بيغمق منظر الشوربه، لا حطوا رشه بسيطه. وظبطت الملح ده حسب ذوقك انت. في ناس بتحب ملح خفيف، في ناس بتحب الملح زياده، يعني الملح ده حسب الرغبه. كده الشوربه خلاص خلصت. هنحضر بقى الصلصه، لان الصلصه هندفع عليها فيها تكه بس هنعملها. انا حاطه هنا معلقه سمنه ومعلقتين زيت وبتاع 3 فصوص ثوم مفرومين. تمام. بعتذر بقى على منظر البوتاجاز لاني كنت بشوي عليه، وانا يوميا بطبخ يعني فما عنديش وقت خالص انا دوب. بس ان شاء الله اوعدكم والله باذن الله اوعدكم، بس بعد اكله الفته دي اسبوعين 3 كده، وان انا هنضفه معاكم. حطينا هنا كده نص معلقه سمنه كبيره ومعلقتين زيت وبتاع 3 فصوص ثوم مفرومين. هنشوحهم بس وارجع لكم تاني. هو كده اهي انا دخلت كده هي كده خلاص بقت لون ذهبي. هجيب عصير الطماطم او القوطه براحتكم، انا بحب اقول قوطه، في اللي بيقول طماطم، وهرجع لكم. دي هننزل عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. كده تمام. هسيبها بقى هتاخد غلوه في 2 وتتقل مع نفسها وتطلع ميتها كلها. كده الطماطم او القوطه او الصلصه بتاعت الفته لسه مخلصتش، فيها تكه في الاخر اللي هتدينا الطعم اللي هو بتاع زمان، طعم الفته الاصلي. سيبها بقى تغلي مع نفسها وتتسبك شويه وارجع لكم تاني. انا جبت بقى الصينيه اللي هنسقي فيها الفته. انا ما عنديش عيش ناشف اللي هو بتاع الفته، بس عادي مش ده مش هيقول لا، ده رغيفين الا ربع. هقطعهم بقى صغير، تقطعوه بايديكم، تقطعوه بالمقص زي ما انتوا عاوزين، تقطعوه صغير. وهرفعه على النار بمعلقه سمنه، وهاجي اقول لكم هنحمصه ازاي، بس هقطعه وارجع لكم. انا كده قطعت العيش، حطيت الصينيه اللي انتوا هتسقوا فيها. حطوها على النار، حله وعلى النار معلقه سمنه بلدي كبيره، مفيش سمنه بلدي، سمنه عاديه عادي صناعي. هنسيحها بس كده. بس الصينيه اللي احنا هنسقي فيها ديت، اللي احنا هنحمر فيها العيش، وطوا عليها جدا، يعني ما في النار ما تبقاش عاليه عليها، يا دوبك بس الصينيه تشم من النار. انا ما كانش متوفر عندي العيش بتاع الفته، العيش المفقع. والله يا حماتي الله يمسيها بالخير كان عندها، وشفت عندها كتير، والله ما جاش في بالي خالص اقول لها اديني. انا دلوقتي هتسمعي ده وده تقول مرات ابني عاوزه مني ايه؟ مرات ابني مش قادره تسيبني في حالي، مش انا بطبخ لاحفادها وابنها طيب ولا ليا؟ انا عموما ما باكلش والله، يعني حتى ما تشوفوني انا بنقنق بس كده. كده نزلنا بالعيش، انا قطعت العيش عادي ونقلبه في معلقه السمنه.
هو بس انا بديكم الطريقه بس والتكات اللي في الصلصه او في العيش عشان تدي الطعم الاصلي بتاع الفته. انا مش ما بحبش اطول عليكم الفيديوهات خالص وان انتوا تبقوا حاضرين الطريقه، لا بس انا كده انا بوريكم بس ان هو العيش يشرب معلقه السمنه كلها وتسيبوه مع نفسه كل 5 دقايق كده. خشوا قلبوه لحد ما يوصل للي هو يبقى متحمر كده ومقرمش. هو كده بقى مع نفسه. هقول لكم بقى التكات، هي اهم حاجه التكات بس اللي في الاخر اللي بتضاف على الصلصه وعلى العيش وعلى صينيه الفته وكده، هي دي اللي بتدي الطعم النهائي، بتبقى طعمها تحفه. والفته طعمها فعلا بيبقى وهم بيروح لحته تانية خالص، والله احلى من الفته. لا ده بالعكس، الفته ديت بتاعت زمان مش زي بتاعت المحلات خالص، بحيث ان طعمها متغير. هي الفته عباره عن ايه؟ توم وخل بس، مش بكتره ومش في اي حاجه. وتعملي الصلصه بتاعتها بالسمنه مش بالزيت، سمنه. وبرده تحمري العيش في سمنه مش في زيت. هو السمنه مع الخل والثوم بيخلي الفته وهم. انا كده بقى هسيبها هي كده شربت معلقه السمنه اهي كلها وواضح قدامكم. هسيبها بقى تتحمر كده مع نفسها، العين تبقى شعلة عليها عشان تاخد وتدي والعيش ما يتحرقش. لو عليتوا عليها النار العيش كله هيتحرق وهيبقى طعمه مر، مش هيبقى مستحب خالص. اول ما توصل للقرمشه اللي انا عاوزاها ويتحمر وكده هرجع لكم تاني واقول لكم هنعمل ايه. انا رجعت لكم تاني اهو. هي كده الصلصه اتسبكت خلاص كده هنخلصها. احنا حطينا معلقه سمنه على فصين توم وسقطنا عصير الطماطم واتسبكت. هنعمل لها بقى ايه اللي هي هتخليها زي بتاعه الشارع بالظبط. هنعمل للصلصه طشه زي طشه الملوخيه كده والويكه. انا حطيت هنا اهو معلقه سمنه كبيره. يا جماعه الفته سمنه مش زيت، استخدموا السمنه. عاوزين سمنه على زيت تمام، بس لازم يبقى فيها سمنه. ادي معلقه زيت كبيره وفصين ثوم مفرومين، قصدي معلش معلقه سمنه كبيره وفصين ثوم مفرومين. وهنحمر الثوم. هي بس التاتش بتاع الفته الثوم والخل والسمنه، ده اللي هو بيديكي نفس الطعم التحفه بتاع الفته بقى. يعني دوقوا الفته بالطريقه دي والله تبقى تحفه. ثوم وخل وسمنه. حاولوا ما تستخدموش زيت كتير فيها، لا السمنه اللي مع الثوم مع الخل بتبقى تحفه. واول ما الثومه تتحمر شويه هنطشها بالخل ونقوم منزلينها على الصلصه وتاخد غلوه ونطفي عليها. يبقى كده تمام. هجيب بس ازازه الخل. بسم الله الرحمن الرحيم. جربوها بالطريقه دي والله. انا مش عاوزه اطول عليكم الفيديو خالص. انا دلوقتي عملت معاكم الشوربه، يعني بوريكم بس البدايه والنهايه مش اكتر من كده. ماليش علاقه بالتسويه لان ملهاش لازمه ان انا افضل معاكم في الفيديو. والصلصه برضو وريتكم هنعملها ازاي. ودي كده التومه هنطشها بقى، هطشها احسن بتعمل بخار وكده وارجع له. انا كده هطشتها معاكم. هنطلع بيها بقى هنطلع بيها هنقوم رايحين بيها على الصلصة. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده. نعم نعم. تحفة. الريحة دمار والله العظيم، الريحة دمار. بألف هنا وشفا. متنسونيش بقى باللايك وتعليق حلو، الله يخليكم، واشتركوا في قناتي. انا عاوزة اللي بيحبوني يكونوا كتير على قناتي عشان خاطر سليم بقى ماشي. دعمولي سليم كده تمام. انا بالنسبه لي كده الصلصه خلصت. يبقى عملنا الشوربه، خلصنا الصلصه، فاضل العيش. الرز انا مش هعمله معاكم. الرز معروف، انا هعمل 2.5 كوباية رز
البلدي بيتحط عليه كوبايتين ونص ميه، بس انا مش هحط ميه، انا هزوده شوربه. يبقى الرز انا مش عارفه، لان الرز مفيهوش اي حاجه. كوبايتين ونص رز يتغسلوا كويس، هنحط قصادهم كوبايتين ونص شوربه بس كده ويتسووا. لما اجي الفته هغرفها معاكم، بس الرز مش هعمله معاكم عشان الفيديو ما يطولش. وبرده التكه بتاعه العيش وهطعم العيش هعملها معاكم وبس كده خلاص. يا رب تجربوا الطريقه، ولو عجبتكم ادعوا لي ويكتبوا لي في التعليقات. تمام، هرجع لكم بقى تاني اما اجي نعمل عيش. معلش انا نسيت حاجه مهمه، معلش. انا الملح انا ما بحطش الملح في صلصه الطماطم خالص، لان لما تخلص خالص انا هحط دي نص معلقه ملح الصغيره اهي، وهدوق الطعم. لاني انا ساعات لما بحط الملح وكده ساعات بحس ان هي بتحرق مني، عشان الخل ما تنسوش ان فيها خل. فالملح ده في الاخر خالص بعد ما خلاص هتدفع عليه. معلش انا بعتذر ان انا على المعلومه دي، بس هي انا قلت لكم عليها. هدوق دلوقتي واشوف اتظبطت ولا لا. محتاجه بتاع نص معلقه تاني. خلي بالكم الملح يا جماعه، عشان ساعات بيخدع والصلصه بتحدق عشان فيها خل. اللي حابب يحط شعريه فلفل اسود يحط، اللي حابب يحط شعريه كزبره ناشفه صغيره يحط. انا عموما بحب خل وثوم وملح بس فيها، ما بحبش احط اي اضافات تانية. كده هي استوت، خل وثوم وملح. اللي حابب يحط رشه فلفل اسود هتبقى حلوه برضو، اللي حابب يحط رشه كزبره برضو هتبقى جميله. بس ده انا بستكفى بكده، هي كده طعمها اتظبط وبقت زي الفل. ما اجي بقى نقطه العيش هرجع لكم تاني. انا كده رجعت لكم تاني. العيش اهو اتحمص، وحطيت فصين توم مفرومين. هنقلبهم بقى كده مع العيش. انا حاطه سمنه، يعني مش هحط سمنه تاني بقى. الريحه تحفه والله العظيم، جربوها لحد دمار. كده شوحت التومه بالعيش، هنزل بمعلقتين خل. بسم الله الرحمن الرحيم. الريحه تتخطف. جربوا بقى الفته كده ودوقوها بقى. وهعمل ايه تاني بقى؟ انا بحب اخد معلقه كده تخلي طعم العيش تحفه. ما تخافوش العيش ما بيطراش، يطرى لو حطينا شوربه. انا ولادي بياكلوا العيش كده والله، اول ما بحط كده يفضلوا يقرقضوا في العيش كده لوحدهم من طعمه. وادي العيش بتاع الفته. بس بقى كده انا هعمل معلقه تاني. بس كده العيش خلص والصلصه خلصت والشوربه خلصت. يبقى مفيش غير الرز. طبعا الرز مش فاكره ان انا اعمله معاكم، انا قلت لكم هعمل كوبايتين ونص رز على كوبايتين ونص شوربه. وهاجي بقى اغرف معاكم الفته. هي الفته اساسها السمنه والخل والثوم. تعملوا التكات دي والله العظيم هتدعوا لي على الفته دي، طعمها تحفه. التكات دي بتفرق في الطعم كتير، وطعم الفته بتبقى حاجه وهم. جربوها مش هتندموا. لما احط بقى الفته هرجع لكم تاني. انا كده جهزت الرز. انا ما كنتش معاكم في عمايل الرز يعني لاني مش محتاج. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو كده انا ساقيه شوربه.
انا عملت كوبايتين ونص رز على كوبايتين ونص شوربه. اللي حابب يحط كوبايه شوربه كوبايه ونص ميه، او العكس كوبايه ونص شوربه وكوبايه ميه عادي. اللي عاوز يحط ميه خالص بيطعمه بالماجي برضو بيبقى حلو. بس انا عملته طريقه الرز: سمنه، معلقه سمنه كبيره، وحطيت نص معلقه زيت. اللي حابب يحط زيت يحط، بس هي الفته عموما بتطعم بالسمنه والخل والثوم. حطيت معلقه سمنه كبيره ونص معلقه زيت وسقطت الرز على الكوبايتين ونص شوربه. وادي ده كده جهز الرز. اغرف بقى الفته معاكم واوريكم شكلها النهائي. بالف هنا وشفا، وكل سنه وانتم طيبين. انا كده خلصت صينيه الفته وغرفتها اهو، وبألف هنا وشفا. لو في اي استفسار، لاني انا فعلا لما بتكلم معاكم بتكلم بتلقائيه جدا، ما بركزش في شرح اللي بيجي على دماغي بقوله. ممكن تلاقوني بعيد مره واتنين لاني انا بنسى جدا. فلو في اي حاجه عاوزين تستفسروا عنها وكده اكتبولي، وانا والله هرد عليكم على طول. ولو قلت لكم على اللايك والشير والاشتراك ماشي اشتركوا بقى. لو ما قلتش اديني بقول اهو، اكتبولي تعليق حلو ولايقولي. وانا بحب الصحبه الحلوه والله. يلا دوقوها بقى وجربوها. بس هاكد عليكم تاني، عارفه اكدت مره واثنين وثلاثه، الفته اعملوها بالسمنه والخل والثوم. وطعمها زي ما قلت لكم، التاتش بتاع صلصه الطماطم، والتاتش بتاع العيش والرز يعملوه بالسمنه، وبرده صلصه الطماطم بالسمنه. وجربوها بقى، وما تنسوش بقى تكتبوا تعليق حلو. لا اله الا الله. باي باي.